واحد الليلة مظلمة في مكان نائي. شاب عايش حياة عادية. جات اللحظة اللي قلبت كلشي. جريمة كبيرة واسم واحد في قلب القصة. كلشي كان كيتوهم أنه مات، ولكن الحقيقة غريبة أكثر من اللي كنتو كتحسبوا. يونس، الشاب اللي كان كيظن أن حياته سالت مع الماضي، فجأة جاتو رسالة غامضة. رسالة من شخص ميت كتقول: أنا باقي حي، قلبوا مزيان. من هنا بدات اللعبة الخطيرة. تبعوا عصابة وتهديدات كتوالى وحقيقة غامضة مستورة في كل زاوية. شكون كان باغي يموت يونس ويقتلو؟ واش فعلا ما ماتش؟ شنو السر اللي كان مخبي عليه؟ في هاد القصة غادي نكتشفوا مع يونس الحقيقة الكاملة، كيفاش عرف شكون كان ورا كلشي، وشنو الهدف اللي كان باغيين يوصلوا ليه. جاهزين تعرفوا النهاية؟ خليوكم معنا في هذه الرحلة المشوقة، وكل حلقة غادي تجيب لكم مفاجآت وأسئلة ومؤامرات ما غاديش تصدقوها. إذا كنتوا حابين تعرفوا المزيد، ما تنسوش الاشتراك في القناة وضغطوا على الجرس باش تكونوا أول من يشوف الفيديوهات الجديدة. وعلى بركة الله نبداو القصة ديالنا. ناس خرجوا من الديور واحد الليل ممطر وسط شارع مظلم. سمعات طلقات ديال الرصاص قطعت السكون. الناس خرجوا من الديور كيجريو وعينيهم غير في الخوف. قدام محل مجوهرات معروف كانت واحد الجثة مرمية في الأرض. عبد الحميد الدحماني، رجل أعمال مشهور. البوليس بداو كيجيو بسرعة وبدا التحقيق، ولكن الحاجة اللي كانت صادمة، كاين شاهد واحد شاف كل شي بعينيه. يونس، شاب بسيط كان خدام قدام المحل، شاف القاتل خارج بسرعة. قدر يلاحظ وجهه وحتى نوع السيارة اللي راكب فيها. الشرطة حموه وحطوه في برنامج حماية الشهود، حيت الشهادة ديالو هي المفتاح لحل الجريمة. ولكن نهار قبل المحاكمة يونس اختفى بلا أثر. البوليس كيقلبوا في كل بلاصة، العائلة مخلوعة، الناس كيتسائلوا وكيسولوا واش قتلوه باش يسكتوه. ولكن في الصباح البوليس كيلقاو ظرف صغير وسط دار القضاء. فتحوه ولقاو رسالة مكتوبة بخط يونس: أنا ما هربتش، ولكن عرفت بزاف ديال الأسرار. شنو كيقصد؟ علاش غبر في هاد اللحظة بالضبط؟ التحقيق كيزيد يتعمق، والشرطة كتكتشف أن القضية أكبر ممن كانوا كيعتقدوا. عبد الحميد الدحماني ما كانش مجرد رجل أعمال، كان عنده علاقات سرية مع مافيا كبيرة في تهريب الأموال. يونس ما كانش غير شاهد على الجريمة، بل قدر يسمع واحد السر خطير هاد الليلة، سر اللي يقدر يدمر شبكة كاملة. واش المافيا خطفاتو ولا راه مخبي راسو حتى يلقى الفرصة ويكشف الحقيقة؟ نهار من بعد البوليس كيتوصلوا بمكالمة من رقم مجهول، صوت مخنوق كيقول: ما تقلبوش عليا، حيت اي واحد قرب للحقيقة غادي يكون الهدف الجاي. البوليس بداو كيشكوا ان يونس قدر يكون عارف شي معلومة اللي كتخلي حياته في خطر، ولكن كيفاش يتواصلوا معاه بلا ما يطيحوه؟ وسط البحث كيلقى البوليس هاتف يونس في زنقة بعيدة. كيحلوه كيلقاو فيه رسالة صوتية مخبية: عبد الحميد، ما تقتلش على الفلوس، تقتل على ملف كان عنده،
ملف فيه أسماء ناس كبار، ولقيت الدليل. هنا البوليس كيعرفوا أنهم كيتعاملوا مع شبكة خطيرة، ولكن فين هو الدليل؟ أو بالأحرى فين هو يونس؟ الشرطة كتكتشف أن آخر بلاصة تسجل فيها التليفون يونس كانت في دار مهجورة خارج المدينة. كيمشيو للمكان وكيحاصروه، ولكن المفاجأة يلقاو شخص آخر مخبي مصدوم ومربوط في كرسي. بالطبع ماشي يونس، ولكن محامي عبد الحميد الدحماني. هذا المحامي هو اللي كان عنده الملف السري، ولكن قبل ما يهرب شي حد سبقو وداوه. واش يونس هو اللي خطفو باش يضغط عليه، ولا كاين شخص ثالث في القضية؟ وسط التحقيق البوليس كيشدو خيط مهم. يونس كان مخبي في دار واحد السيدة العجوز اللي كانت كتعرفو ملي كان صغير. كيجيو للدار وفعلا كيلقاوه مخبي عيان ولكن حي. يونس كيقول الحقيقة، المحامي هو اللي كان غادي يتقتل ماشي عبد الحميد، ولكن في آخر لحظة تبدلات الخطة. عبد الحميد كان عنده ملف خطير على بعض الشخصيات السياسية، ولكن شريكو في التهريب خانو وبغى يسد عليه الفم. القضية كتكبر، البوليس كيشد الشبكة اللي ورا الجريمة والملف كيتفتح رسميا. ولكن يونس كيكون تحت حماية الدولة وكيقرر يمشي بعيد باش يبدا حياة جديدة بعيد على هذا العالم اللي كاد يكون ضحية ديالو. القضية كتسالي، ولكن السؤال الكبير، هل فعلا العدالة خدات مجراها ولا كاين ناس باقين محميين؟ واش يونس غادي يقدر يعيش مرتاح ولا الماضي غادي يرجع يلاحقو؟ هذه قصة مشوقة ومليئة بالغموض، وتصلح أننا نسمعوها. يونس غادي يبدا حياة جديدة بعيد عن المدينة. البوليس عطاه هوية جديدة وحماية، ولكن في شي ليلة وهو كيتعشى في واحد المطعم صغير في مدينة بعيدة حس بشي حد كيشوف فيه. هز عينيه وشاف واحد الراجل مجهول كيشرب القهوة، ولكن عينيه ما كتحيدش عليه. القلب ديالو بدا كيدق، حاول يبقى هادئ، ولكن حدسو كان كيقول ليه هاد الشخص ماشي عادي. فوق الطبلة ديالو نادي جاب ليه واحد الظرف صغير فتحو بيدين مرعوشين وكله كيترعد، ولقى ورقة مكتوبة بخط ما عمرو شافو. يمكن تكون بدلتي اسمك، ولكن الماضي ديالك باقي حي. كون مستعد، اللعب الحقيقي غادي يبدا دابا. يونس عرف أن القضية اللي هرب منها ما سالاتش، خاصو يواجه الحقيقة. واش كاين شي حد من العصابة اللي قدر يهرب وباغي يصفي حساباتو، ولا كاين شي واحد كان قريب من عبد الحميد الدحماني وباقي باغي يسترجع الملف السري؟ الجواب غيجي في شكل واحد رقم مجهول صيفط ليه فيديو غامض. يونس عندك 48 ساعة تجيب لي الملف ولا غادي تندم. المصيبة الملف اللي كيتكلم عليه البوليس هو اللي شادو. يونس ما عندوش حل، خاصو يلقى طريقة يعرف شكون ورا التهديدات. يقرر يتواصل مع الضابط اللي كان مسؤول على القضية ديالو. راه كاين شي حد
باغيني، واش تقدر تعاوني؟ الضابط قال ليه: يمكن نعاونك، ولكن راه كاينين ناس كبار في هاد القضية، إلا بديتي تحفر بزاف يمكن حتى البوليس ما يقدرش يحميك. يونس ما كانش عنده خيار، وخاصو ياخد القرار ديالو. واش غادي يواجه العصابة ويحاول يكشف الحقيقة كاملة، ولا غادي يهرب من جديد ويعيش حياته بلا ما يرجع للور؟ يونس كيدير خطة باش يطيح الشخص اللي كيتبعو. كيتفق مع البوليس باش يصيفطو خبر مزيف بأن الملف كاين في واحد المكان معزول. الليل، المكان هادئ، يونس واقف وسط الظلام كيسمع خطوات كتقرب، وفجأة كيشوف وجه شخص اللي كان كيتبعو طول هاد المدة. والمفاجأة، كان واحد من رجال البوليس اللي كان مسؤول على القضية ديالو. كنا عارفين أنك غادي ترجع الملف، ولكن الوقت فات، خاصك تختفي للأبد. يونس عرف أنه كان مجرد ورقة وسط لعبة كبيرة، ولكن واش غادي يخليهم يربحوا؟ قبل ما البوليسي الخائن يقدر يدير شي حاجة، كيتحاصروا من طرف فرقة ديال البوليس الحقيقيين. يونس كان سجل كلشي وصيفط التسجيل للضابط اللي كان كيتعاون معاه، وهكذا القضية تفجرات، والمسؤولين الحقيقيين طاحوا واحد ورا الآخر. كيقرر يوسف يسافر بعيد، ولكن هاد المرة ماشي هارب، بل رجل حر قدر ينتصر على العصابة وعلى الماضي ديالو. ولكن واش القصة سالات، ولكن أسرار باقية مخبية؟ يونس بدا حياة جديدة في بلاد بعيدة، بلا خوف بلا تهديدات. ولكن واحد الليلة وهو خارج من واحد المقهى، كيف عادته حس بشي حد كيشوف فيه من بعيد. حاضيه دار ببطء، شاف طريق خاوية، ولكن بزاوية مظلمة كاين شي حد واقف وما كيتحركش. يونس حس بداك الشعور القديم ديال الخطر، مشى للدار ولكن ما قدرش ينعس. وفي الصباح بكري خرج باش يتأكد من حاجة وحدة: واش هاد الشعور غير وهم، ولا كاين شي حد فعلا باغي يصفي الحساب؟ يونس لقى ظرف صغير مدسوس تحت الباب الدار ديالو. قلبو بدا كيدق، فتح الورقة لقى غير جملة وحدة: الفيلم ما سالاش، غادي نرجع قريب. يونس تفاجأ، الصوت اللي كيتكلم في دماغه قال ليه: واش كاين شخص آخر من العصابة اللي قدر يهرب، ولا القضية كانت أعمق من اللي كان كيتوقع؟ واش عليه يبقى هاني ولا يرجع يبحث من جديد؟ يونس قرر ما يبقى ساكت، خدا نفس عميق وشد تليفونو واتصل بالضابط اللي سبق عاونو. راهم رجعوا وباغيين يصفيو الحسابات. الضابط جاوبو بصوت بارد: ما كاين حد رجع، حيت اصلا القضيه ما سالاتش. يونس تجمد في بلاصتو، وهنا عرف الحقيقه: الناس اللي كانوا ورا الجريمه الاصليه باقي عندهم اسرار، والقضيه اللي كان كيعتقد انها تسدات كانت غير البدايه. واش غادي يدخل في هاد اللعبه من جديد، ولا غادي يبقى هارب طول حياته؟ يونس حاول يتجاهل الرسالة الغامضة، ولكن
واحد الليلة وهو راجع كيف عادته للدار، سمع خطوات ثقيلة كتبعو دقة دقة من وراه. تلفت ببطء، شاف الطريق خاوية، ولكن هاد المرة سمع صوت محرك سيارة. وقبل ما يستوعب شنو واقع، طاحت قدامه ورقة أخرى من النافذة ديال السيارة وهي تمشي. شد الورقة وقراها: إلا بغيتي تعيش سافر للمدينة اللي بدا فيها كلشي، كاين سر عمرك ما عرفتيه. يونس عرف أن الماضي ديالو ما سالاش، ولكن اشنو السر اللي كان مخبي عليه؟ السفر للمدينة اللي هرب منها ما كان سهل، ولكن يونس كان عارف أنه خاصو يواجه الحقيقة. رجع للحي القديم، لكل الأماكن اللي كانوا عامرين بالذكريات، ولكن واحد اللحظة حس بشي حد واقف موراه. ضرب شوية ولقى واحد السيد كبير في السن كيشوف فيه مباشرة وكيضحك ضحكة باردة. ما كنتش كنهضر في الصواريخ، راه كاين سر كبير ما عمرك شكيتي فيه. يونس عرف بأن هاد السيد عنده المعلومات اللي خصو، ولكن كيفاش كيعرفو وشكون هو؟ الراجل الكبير جر يونس لواحد الدار قديمة وسط المدينة، وخداه لواحد القبو. وسط الظلام شد واحد الملف قديم مخبي وسط واحد الصندوق. جبدو وقال ليه: قبل ما عبد الحميد الدحماني يتقتل كان عنده نسخة تانية ديال الوثائق السرية، ولكن عمر البوليس ما لقاها، حيت كانت وسط بلاصة ما كنتوش كتشكو فيها. يونس فتح الملف وعينيه توسعوا من الصدمة. الملف فيه صور ديال الناس معروفين، كلشي متورط. واحد العصابة اللي كانت كتغسل الأموال وكتحكم في كلشي من ورا الستار. الراجل الكبير قال ليه بصوت واطي: اللي بغاو يقتلوك ماشي غير العصابة، حيت انت الشاهد الوحيد اللي باقي حي. وقبل ما يونس يقدر يستوعب الصدمة، سمعوا شي حد كيدق في الباب بقوة. الراجل الكبير قلب وجهه وقال ليه: ما بقاش عندنا الوقت، خاصك تهرب. يونس خرج من الباب الخلفي وهو كيسمع الناس داخلين. كان عارف انه ما غاديش يخليه يمشي بسهولة. اللي ما كانش متوقع هو المفاجأة اللي كانت كتسناه. وسط الطريق شاف وجه قديم، واحد الشخص اللي كان كيعرفه مزيان، ولكن كان ميت. يونس تجمد في بلاصتو وسولو: واش انت باقي حي؟ الجواب ديالو كان بارد: انا ما متش، ولكن انت راك قريب تموت. يونس كان واقف كيشوف داك الشخص اللي كان خاصو يكون ميت. القلب ديالو بدا كيدق بسرعة وما عرفش واش كيشوف حقيقة ولا مجرد فخ. كيفاش باقي حي؟ والبوليس قالوا انك تقتلتي مع العصابة. الشخص اللي قدامه ضحك ضحكة خفيفة وقال ليه: واش بصح كتحسب البوليس كيقولوا الحقيقة؟ راه انا كنت خاصني نموت، ولكن شي حد بغى يخليني نعيش باش نخدم عنده. يونس بدا يفهم ماشي كلشي مات في داك القضية القديمة،
كاين الناس باقين عايشين ولاو خدامين مع شي قوة كبيرة. وقبل ما يونس يقدر يهرب خرجوا جوج رجال مدربين من الزنقة المقابلة، كانوا مسلحين والنية ديالهم واضحة. يونس عرف أن هاد اللحظة حاسمة. واش غادي يواجههم ويحاول يخرج بشي معلومة جديدة، ولا خصو يهرب ويحاول يخبي الملف اللي لقى؟ قرر يلعبهم بذكاء وقال لهم نقدر نعطيكم الملف، ولكن خاصني نعرف مع من كنلعب. الشخص اللي رجع للحياة قرب ليه وقال ليه انت كتعرف غير نص القصة، ولكن كاين شي حد كبار اللي شاد الخيوط كاملة. يونس تحبسات فيه الهضرة. واش فعلا كاين شي نظام سري مسيطر على كل شيء؟ يونس قرر يغامر، عطاهم نص الوثائق ولكن خبى الجزء اللي فيه الأسماء الحقيقية. الشخص اللي قدامه شد الوراق، قلبهم بسرعة وعينيه ضيقت، وقال ليه واش كتحسب أننا محتاجين هاد الشي؟ راه انت المطلوب، راه بغوك انت ماشي الوثائق. يونس تجمد في بلاصتو وحل فمو. انا؟ علاش؟ حيت عندك شي معلومة مازال ما عرفناش، ولكنها عندك، خاصك نجيبوك حي ونستخرجوها منك. يونس عرف أنه خاصو يهرب بأي طريقة. استغل اللحظة اللي كانوا فيها مركزين على الأوراق وركض بسرعة لواحد الزنقة ضيقة. الجرى والتنفس ديالو تقال، والصداع ديال الأفكار في دماغو كان كيتزاد. كلشي ولا عنده متضارب. واش فعلا عنده معلومة وما عارفهاش؟ واش شي حد دار ليه غسيل الدماغ وخبى عنده شي حاجة من الأسرار؟ ومن بعد جهد جاهد قدر يوصل لواحد المحطة وركب في أول طوبيس خارج من المدينة. ولكن قبل ما يدخل سمع واحد الصوت من تليفونه كيقول مبروك فلتي اليوم، ولكن غادي نلقاوك. يونس عرف أن اللعبة كبرات عليه، وهنا القصة غير غتبدا. يونس كان في وسط الطوبيس، قلبو باقي كيدق من الخوف، ولكن عقلو كان خدام. علاش هاد الناس بغاوه هو بالذات، ماشي غير الوثائق؟ واش فعلا كاين سر مخبي في دماغو وهو براسو ما عارفوش؟ فجأة تليفونو ضرب، صونا. شاف التليفون ديالو لقى رقم مجهول. يونس رد ويديه كترعد، والصوت اللي سمع كان بارد ولكن في شي حاجة غريبة. قال ليه إلا بغيتي تعرف الحقيقة كاملة خاصك تجي لواحد المكان سري وغادي نكشف ليك السر ديالك. يونس تردد، خاف، ولكن في الأخير عرف أن الهروب ما بقاش هو الحل، خاصو يعرف شنو مخبي عليه. يونس ومشى للمكان اللي قالوا ليه، عبارة عن عمارة مهجورة وسط الظلام وهدوء كيخلع. دخل بشوية
والخطوات ديالو كيترددوا في صمت، حتى وقف قدام باب ديال الحديد كبير مفتوح شوية، والداخل ديال الغرفة لقى راجل اللي كان ميت ولكن رجع للحياة، وجنبو شخص آخر معاه ملف غامض ويقولوا ليه: أخيرا جيتي. يونس كان مستعد لأي فخ، ولكن الراجل اللي قدامه قال ليه: قبل ما نحيدوك من اللعبة بغيت نكشف لك السر الحقيقي، حيت حتى لو هربتي غادي تبقى مطارد طول حياتك. وفتح الملف وخرج منه ورقة قديمة فيها صورة ديال يونس، ولكن المفاجأة الصورة كانت قديمة بزاف وكترجع لوقت ما كيعقلش عليه هو بالذات. يونس، انت ماشي الشخص اللي كتحسب راسك انك هو، حياتك كلها كانت كذبة في كذبة. يونس شد الورقة بعصبية، قلب الصفحة ولقى اسم مختلف، تاريخ ميلاد مختلف، وحياة كاملة ما كيعقلش عليها. سولهم: شنو هاد الشي؟ الراجل اللي قدامه قال ليه: الناس اللي ربوك كانوا جزء من منظمة سرية وعطاو لك هوية مزيفة، حيت كنتي مفتاح واحد القضية كبيرة. البوليس، المافيا، وحتى الدولة كانوا باغيين يوصلوا ليك، ولكن حتى انت ما كنتيش عارف السبب. نقدر نخليك تمشي، ولكن غادي تبقى مطارد طوال حياتك، حيت سرك كبير. يونس وقف وحس بعقله غيطير، ولكن عرف أن الحل الوحيد هو يواجه الحقيقة. يونس خدا قرار سريع، ما غاديش يبقى يهارب. خدا الوثائق وصورهم وبدا يفضح كلشي عبر الانترنت، صيفطهم للصحافة، للبوليس، وحتى للناس اللي عندهم سلطة. العصابة تزلزلات والناس الكبار طاحوا واحد ورا الاخر، ولكن يونس عرف ان القضية ما غاديش تسالي بسهولة. هرب من المدينة ومشى لبلاصة بعيدة ومستعد لحياة جديدة، ولكن قبل ما يسد تليفونه وصلاتو رسالة وحدة. اش في هاد الرسالة؟ نكتشفوا مع يونس شنو مكتوب فيها. برافو، ولكن كاين شي حد اخر اللي باقي كيقلب عليك. النهاية ما سالاتش. دابا يونس ابتسم بخفة، عرف ان حياته كلها غادي تبقى مطاردة، ولكن هاد المرة هو اللي غادي يقرر القواعد اللعبة. النهاية، أو يمكن بداية مغامرة جديدة.